مساء السعادة، تيجوا نعمل غدا جميل وكشري في حلة واحدة. تيجوا شوفوا هنعمل ايه. حطينا زيت وعاملين بصلتين 3 هنا. اوكي يعني زي ما انتوا عايزين. اوكي يعني لو متوسطة يبقى 3، لو كبار يبقوا 2 حلوين كبار. نقلنا البصل فين وهنعمل في الحلة الثانية الصلصة. مش انت قلتي على حلة واحدة؟ الكشري كله في حلة واحدة ما عدا الصلصة يا حلوين. نعمل ايه؟ نعمل كده معلقة ثوم محترمة كده كبيرة. الصلصة بتحب الثوم المحترم الكبير ده. اوكي كتير. هنحط بقى كزبرة كبسة معلقة كده محترمة. معلقة بتاعتي صغيرة عشان كده هحط معلقتين. اوكي وهنقلب وهنحط الصلصة مجرد ما تشموا ريحة ايه الكزبرة الجميلة بتاعتي. اوكي الصلصة بتاعتها اهي معمولة. بسم الله ما صلى على الرسول. ايه كده نحط بقى سكر بسيط يعني نص معلقة صغيرة مش كبيرة عشان ايه الحموضة بتاعت الايه بتاعت الطماطم. ونحط بابريكا ونحط فلفل اسمر ونحط الملح حسب الرغبة. اوكي وحطينا كمون. هننقل الحلة ديت على العين الصغيرة تاني بقى ونجيب الحلة دي. البصل بتاعنا الجميل بقى اللي بقى حلو قوي اهو هنعينه لانه اتحمر اوريدي. اوكي اصفيه وهعينه. بنعينه اهو ما شاء الله اتحمر وبقى جميل. طب هتعملي ايه في الحله؟ نفس الحله عشان نحط فيها مكرونه حسب مقدار العيله اللي عندك. تحطي كتير او قليل ده بتاعتك انت. انا بعمل على اساس ان انا عندي افراد وعارفه مين اللي هياكل فهحط على قد ما ايه يكفينا. هنعين الكلام ده كله. اوكي نفس الزيت اللي هي اللي طلعت منه البصل هنحط فيه مكرونه. وزي ما قلت لكم ممكن تعملوا كوبايه من كل حاجه لغايه الرز تعملوا كوبايتين. انا لا انا هعمل غير كده. انا هعمل كوبايه ونص مكرونه وكوبايه ونص شعريه. كوبايه ونص اهي مكرونه. طبعا المكرونه الاول لانها تاخد ايه تحمير يعني ايه بعد حبه، لكن الشعريه بتتحمر على طول. اوكي طبعا المكرونه قربت تتحمر نازلين وكوبايه ونص زيهم ايه شعريه. بسم الله كده ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. اوكي اهو ونقلب قلب. ومعايا كوبايه ونص عدس بجبه بقاله يجي ساعتين منقوع. اوكي كده مش مسلوق لا منقوع. اوكي وهيتحط مع ايه بعد ما اتحمرت الشعريه مع المكرونه هيتحط معاه الكلام ده. ونقلب. ممكن تعملي كده من غير ما تحطي بصل تاني لان اوريدي هو مطرح الزيت بصل. بس انا بحب ايه احط بصل، لكن هو بيتعمل كده من غير البصل. خلاص انت قليتي البصل وانتيه وهتحطيه على الوش. طب عايزه انا بحب البصل انا من النوع اللي بحبه هحط معلقتين كبار او 3 كده اهو. اوكي كده بس خلي الباقي وهقلب برده الكلام ده. ومعايا 4 كوبايات رز على الكلام ده. اوكي كده طبعا حسب الرغبه انتوا. كوبايتين هتحطوا من كل حاجه كوبايه وكوبايتين الرز هم بس اللي هتحطوا في الاخر. حطينا ملح حطينا كمون بس معلقه صغيره كمون وحطينا ملح حسب الرغبه. وحطينا ميه على وش الرز يا دوبك يغطي الرز ويبقى ايه يعني فوق منه بسنتي كمان بس مش اكتر عشان ما يعجنش مننا. وهنغطي. شفتوا الرز مفرفر ازاي؟ بصوا طبعا وطيت عليه بعد شويه. بصوا مفرفر ازاي. طبعا عشان احنا حطينا الميه يا جماعه على قد الرز بالظبط يا دوبك سنتي فوق منه كمان وخلاص. بصوا كده اهو. ايه الجمال ده. ومساء السعاده ومع اكلات ماجي كونيه ولايك وشير لما يعجبكم الاكل. بصوا كده تعالوا نشوف هنعمل ايه. بصوا الكلام الجميل. ايه رايكم؟ والبصل طبعا هتقولوا لي امال فين والصلصه ايه طبعا فين الشطه بقى. انا ما عملتش لسبب كنت مشتريه قبل كده جاهز. الولاد مش انا ما اشتريش جاهز ابدا. ففي كاس الشطه اهي موجوده شلتها لهم ما رضيتش ارميها حرام. كاس شطه ماشي. والصلصه احنا عاملينها
والدقه ما عملتش لان الولاد مش طالبين دقه. طبعا لو عايزين اعملوا، كنتوا عارفين بتتعمل ازاي واعملها لكم لما تعوزوا. والحمص اللي يعوز حمص، هم مش عايزين برضو حمص. الحمص برضو بيتعمل زي حمص الشام كده، طماطمايه على تومايه على مش عارف ايه، وبيتعمل بالشوربه بيبقى جميل قوي، بيستوي فيها وبناخده منها. بصوا كده ومع اكلات ناجي يم 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 يم. ولا كوشير وبونو.